شوب كاش، كاش باك وكوبونات. شوب كاش هو زيه زي تطبيق لاكي، زي تطبيق وفر اكس، تطبيق محمله 100,000 مستخدم. شوب كاش بيتعامل مع متاجر كتيرة جدا زي علي بابا، أمازون، علي إكسبريس، نون، حاجات كتيرة جدا ومتاجر كتيرة جدا. بيقولك في الإعلانات بقى إن هو هيجيلك كاش باك في خلال 3 أيام. الكلام ده غير صح يا صديقي. عندك أمازون العملية بتفضل معلقة، وتأكيد العملية بيقعد من 20 لحد 100 يوم، يعني 3 أشهر. وعندك متاجر تانية بتقعد لحد 6 شهور عشان يأكد العملية ويتم خصم كوميشن بتاع شوب كاش. فشوب كاش لما ياخد الكوميشن بتاعه يبدأ يديك الكوميشن بتاعك. وممكن يبقى الوقت عدى وانت ما طالبتش بالكوميشن بتاعك، فما تاخدش اي حاجة. هما بيستخدموك ان هما ياخدوا كوميشن من وراك. طبعا الكوميشن ده بقى يتأخر عند امازون. هما بيتابعوا وبيراجعوا كل العمليات اللي تمت من خلال التطبيق. هما واخدين عليها اوريدي كاش باك. لكن انت بقى تاخد الكاش باك بتاعك امتى؟ الله اعلم. انت بقى تاخده ولا لا؟ الله اعلم. كمية النصب ان انت تاخد كاش باك في 3 ايام كتيرة جدا. وكمية التعليقات اللي الناس عملت عمليات شراء مرة واتنين وعشرة ومحدش سأل فيها ومحدش اداها كاش باك، ولا عملت بطاقة كوبونات ولا أي حاجة، برضو كتيرة جدا. طبعا انت ممكن تكون مش مصدقني، ياريت تجرب بنفسك وتقول لنا تجربتك الشخصية في التحويل البنكي للكاش باك بتاعك تمت ولا لأ، أو باي بال أو أمازون أو المحفظة الإلكترونية، سحب بطاقات الهدايا تمت ولا لأ، عشان كل الناس تستفيد. أنا بقولك عن تجربة ناس سبقوك في التطبيق، وبقولك إن هما مش بيدوا كاش باك. عندك لاكي في ظرف 14 يوم ممكن يخلص لك الكاش باك بتاعك، اللي هي الفترة المحددة لاسترجاع المنتج، عشان ما ينفعش يديك كاش باك فانت حضرتك بعد كده تسترجع المنتج، فيبقى الكاش باك راح عليهم اللي انت خدته، وفي نفس الوقت انت استرجعت المنتج وخدت كل فلوسك. عندك برضو وفر اكس ممكن تشتري من عليه اللي انت عايزه، وعنده مصداقية اكتر من كده. لكن كاش باك في 3 ايام دوت كلام كله بلح. ضيع وقتك ومجهودك وتحرق دمك على تطبيق، وفي الاخر مش هتاخد الكاش باك اللي انت منتظره من التطبيق. بخلاف كمان ان الكاش باك اللي على امازون او نون بيبقى 2% ل5%، وبيبقى يقولك 10% على منتجات معينة زي مثلا الكوزماتيكس او العطور. هي دي اللي بيبقى عليها، او لعب الاطفال بيبقى عليها كاش باك كبير. لكن غير كده أجهزة بقى، موبايلات، أجهزة إلكترونية كهربائية كده، الكاشباك بتاعها بيبقى ضعيف جدا. الكلام ده بقى لو انت خدته في ظرف من 20 ل100 يوم. ودول التعليق ده هم كاتبينه بنفسهم على تعليق حد من المستخدمين تحت تطبيق، بيقولك ان الكاشباك بيجي من امازون من 20 إلى 100 يوم. فعشان ما تضيعش وقتك ومجهودك ويتحرق دمك في ان انت مستني كاشباك ما بيجيلكش، فالنصيحة مني ما تحملش التطبيق. طب عايز احمله، حمله طبعا، واكتب لنا تجربتك الشخصية تحت الفيديو بتاعنا عشان انا اثبت لك التعليق بتاعك، عشان لو اي واحد دمه محروق من التطبيق دوت نقدر كلنا نجبر التطبيق بتعليقاتنا واعتراضنا على التطبيق، ومن الفيديو يتشير كتير والناس تتكلم عنه كتير، ان ايه، ان التطبيق فيه مشكلة، ومحتاجين ان إدارة التطبيق تغير سياسة التطبيق بتاعها عشان الناس فعلا تستفيد. لكن انت تستفيد من ورايا وانا ما استفدش من وراك حاجة. طب على ايه؟ ما انا خليني مع التطبيق الاساسي اللي انا عايز اشتري منه، نون، امازون، جوميا، اي حاجة زي كده احملها انا وما تعبش نفسي ولا انتظر بقى كاش باك او مش كاش باك. كفاية ان انا حتى ادور على كوبون خصم وخلاص، يخصم لي جزء من الصفقة قبل ما اشتريها وخلاص. لكن انا بفضل مستني كاش باك بقى وانت تاخده من ورايا وانا ما اخدش منك اي حاجة، فده نصب وخداع. لو ما كنتش عارف اي حاجة عن التطبيق وعرفتها من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب للقناة. استناني تاني في تطبيق جديد، واكتب لنا تعليقك
تحت الفيديو تعليقك بيفيد غيرك كتير، هثبت لك التعليق لو تجربتك الشخصية كانت مفيدة لغيرك.